السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيه 7 اكلات مختلفين. اول وصفه معانا هي نشوف المكرونه عملنا ايه البشاميل. النهارده. اول حاجه هنعملها هنعصج معانا اللحمه. حطيت معلقه زبده على زيت، بعد كده نزلت بالبصل بتاعي اديته تشويحه علشان ينزل السكر بتاعه، واديته كمان رشه ملح، ونزلت عليه ب 100 جرام او تمن من اللحمه. بعد كده بقى الوصفه دي بنطعمها بقى اقتصاديه شويه جدا، فلفل سهله الوان، وبسيطه فلفل اخضر ب3 المتاح معالق عندكم. كبار كده من بعد كده اللحمه حطيت المفرومه المكرونه هنعمل صينيه تتسلق كبيره وركنتها جدا زي على ما جنب. هنشوف مع بعض هنعمل في مع بعض الفيديو. البشاميل بالطريقه التقليديه العاديه خالص. كل معلقه دي عليها معلقه ونص من الماده الدهنيه، سواء كان سمنه او زيت او زبده او ميكس بين التلاتة. بعد كده حطيت كوبايه من اللبن، وكملت بعد كده باقي الشوربه، او سواء كان ميه عادي جدا، مفيش اي مشكله. لو عندك طبق قشطه كده وش اللبن تقدري تضيفيه. مفيش، خلاص مفيش اي مشكله، احنا ضفنا كوبايه من اللبن. لو مفيش لبن خالص تقدري تعمليها بالشوربه. بعد كده جبت الصينيه بتاعتنا، وهبدا ان انا احط طبقه من البشاميل، وبعدين طبقه من المكرونه اللي متقلبه في شويه من البشاميل اللي احنا عملناه مع بعض. زي ما انتم شايفين الحركه بتاعت ان انا احط معلقه من اللحمه كده في قلب المكرونه بتدي المكرونه تطعيمه جميله جدا، وكل قطمه بتاخديها بيكون فيها قطعه من اللحمه. باقي اللحمه بتاعتنا حطيناها زي ما انتم شايفين كده، علشان الكميه اللحمه بتاعتنا تعتبر صغيره، فانا قلبت معلقه كده في المكرونه كلها علشان لما تيجي تاخدي قطعة من المكرونة تلاقيها كلها فيها من اللحمة. بعد كده حطيت البشاميل على الوش وبس، خلاص دخلناها فرن تاخد لون من تحت ومن فوق. وبنقدمها طبعا زي ما انتوا تحبوا، سواء كان سخنة لو بتحبوها صيصة، او تسيبوها شوية تهدى وهتقدموها تكون باردة علشان تطلع معانا قطعة واحدة. طبعا ان انتي تحطي على وشها جبنة موتزاريلا او ميكس جبن او بيض، دي حاجة ترجع لكم، شوفي انتي بتحبي ايه وحطيه، ولو من غير خالص مفيش اي مشكلة. بجد وصفة خطيرة، جربوها هتعجبكم. يلا بينا على الوصفة اللي بعد كده. معانا طاجن المكرونة اللي في الفرن برضو باللحمة المفرومة. عايزة اقول لكم اللحمة المفرومة من الحاجات الاقتصادية جدا. هتعملي وصفة باللحمة وفي نفس الوقت حاجات بسيطة بتكون مكفية وبزيادة. معايا هنا لحمة مفرومة، كمان التمن، يعني انا هنا عملت الربع كيلو على وجبتين، وتقدري تعملوه على 3 كمان. هتزودي كمية البصل والفلفل، وبعد كده عملت التعصيجة لوحدها، وكمان هنعمل الصلصة لوحدها. حطيت صلصه وكوبايه زيت، كبيره من معاها عصير بابريكا، الطماطم وحطيت عليها مرقة ملح فلفل اسود، وبدأت احطهم على النار يتسبكوا كويس جدا. جبت الطاجن بتاعي وجهزته، وحطيت تحت كده خضار طماطم بصل فلفل، كل حاجة انت عايزاها تقدري تحطيها. حطيت طبقة كده من اللحمة المفرومة، وبدأت ان انا ارص في الطواجن بتاعتي، سواء طاجن كبير او طواجن صغيرة، وانا بفضل الطواجن الصغيرة بصراحة. كل واحد ياخد الطاجن بتاعه كده بيكون شكلها حلو ومميزة. بعد كده الصلصه بتاعتي لما اتسبكت بدات ان انا ازودها شوربه او ميه من حنفيه عادي جدا. بعد كده جبت المكرونه بتاعتي نيه مش مسلوقه ولا اي حاجه، بدات احطها في الطواجن، وخلي بالي ان المكرونه دي لسه هتستوي وهيزيد حجمها في الطاجن، فانا هعمل مسافه للمكرونه بتاعتي علشان تبدا ان هي تستوي براحتها. بعد كده حطيت جزء من الصلصه وزودتها ميه مغليه، وحطيت لها بس معلقه على الوش كده من الزيت. بعد كده زي ما انتم شايفين اهو بضيف صلصه الطماطم وبزودها شويه ميه. ممكن تزودوا الصلصه من الاول ميه، ولكن انا بفضل ان انت تحطي كل طاجن كده الصلصه بتاعته، وبعدين تضيفي الميه في الاخر. بنغلفها كويس جدا بالورق الفويل، وبعدين هبدا احطها على الشبكه لحد لما تستوي بالشكل القمر اللي احنا شايفينه ده. مكرونه طعمها خطير. طبعا لو انتي بتحبيها مستويه قوي، او اللي احنا بنقول عليها صيصه، فانتي هتطلعيها وتاكليها سخنه. لو انتي بتحبيها ماسكه نفسها، فانتي هتسيبيها تبرد شويه. وبعدين شايفين هنا فظيعه بجد، الريحه والطعم خطير. بصوا هنا دي طواجن الباقيه اهي، زي ما انتم شايفين شكلها يجنن وطعمها خطير. طبعا زي ما احنا قلنا تقدري تقدميها في طاجن كبير، تقدري تقدميها في طواجن صغيره زي ما تحبي. يلا بينا بقى على وصفتنا التانية. كمان وصفة تانية دي اقتصادية فوق الوصف. هنعمل عرق اللحمة الباردة ولكن باللحمة المفرومة. معايا بصلاية كده صغيرة، ومعايا تمن من اللحمة المفرومة. زي ما قلت لكم انا بقسم الربع على 2. هحط بقى البهارات بتاعتي. حطيت بيضة، حطيت معلقتين كبار من البقسماط، وحطيت كمان البابريكا، كركم، بهارات لحمة 7 بهارات، جوز الطيب لو تحبوا، اي حاجة انتوا بتفضلوها. بعد كده لفيته رول زي ما انتوا شفتوا، ضربتهم كويس جدا في الكبه لحد لما اداني عرق اللي هو الخيوط دي، وبعدين لفيته رول زي ما انتوا شفتوا كده، وحطيتها تتسلق في ميه بتغلي. طبعا انا هنا بجهز الرز اللي هقدمه معاها.
شوحت بصلايه عليها قرن فلفل سواء بارد او حراق، وحطيت شويه توابل بتاعتنا، توابل كبسه، توابل عاديه اللي هي عباره عن ورق لورا، عود قرفه، لومي، اي حاجه انت بتحبيها. تقدري تجيبي كيس بهارات رز او تحطي كبسه. بعد كده حطيت الرز البسمتي، كوبايتين رز بسمتي عليهم كوبايتين وربع من الميه. بعد كده هحطهم يستووا على جنب لحد ما العرق بتاعي يكون جاهز. طبعا هنا كان لسه سخن، فانا لا هسيبه شويه وبعدين بدات ان انا اقطعه. تقدروا تحمروه بعد ما تقطعوه، ولكن انا حبيت ان انا اسيبه زي ما هو كده. تقدري تقدمي معاه صوص ديمي جلاس او تعملي طحينه زي ما انا عملت. وصفه سهله وبسيطه وكمان اقتصاديه وشكلها شيك، تنفع في العزومات، تنفع في اي وقت، وكمان تنفع غدا. شايفين طلعنا كام قطعه من 8 كيلو لحمه. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده. جبت لحمه معايا، لحمه عاديه خالص قطع. هبدا ان انا اقطعها واسلقها ايا كان عدد افراد الاسره وايا كان عدد القطع اللحمه اللي انتوا هتعملوها. هبدا ان انا احط لها شويه من بوكيه جرنيه اللي هو طماطم بصل فلفل، تحطي بقى ملح فلفل اسود، الحاجات الجميله دي. بعد كده جبت بصلايه مبشوره وحطيت عليها معلقتين من الزيت، وضفت بصل وشوحته كويس جدا، وحطيت جزر وبسله، وبدات ان انا اشوحهم، وبدات احط عليها كوبايه من الطماطم، عليها معلقه من الصلصه عشان تدي اللون وتدي قوام تقيل زي ما احنا شايفين كده. بعد كده اللحمه بتاعتي بتكون استوت، هاخد منها كوبايه من الشوربه واحطها على البسله تكمل سوا. هجيب بقى الرز بتاعنا، هجيب الشعريه وهبدا ان انا اشوحها كويس جدا لحد لما تاخد لون ذهبي، وبعدين هبدا ان انا اضيف عليها الرز المغسول والمتصفي كويس جدا. هديهم تشويحه كويس قوي مع بعض. هنضيف الملح بتاعنا وهبدا اضيف الميه بتاعتنا وهركنه على جنب لحد لما يستوي. تعالوا بقى للوصفة اللي هو النهاردة احنا عملنا وصفات لحمة، فيلا بينا نشوف احسن وصفة واحسن طريقة تسلقي بيها اللحمة. طبعا اللحمة دي قطعية موزة، تقدري تجيبي اي قطعية لحمة انت عايزاها. معايا ملح فلفل اسود، معايا قرفة، معايا حبهان، معايا قرنفل، طماطم، ورق لورا، قرن فلفل شطة بينقل الشوربة نقلة تانية خالص. طيب معايا هنا ده ايه؟ ده دهون، ده دهن بتاع البقر. بس لما تيجي تشتريه قولوله انا عايزه دهن من بيت الكلوة. تمام. بعد كده خدته بدأت ان انا اشوح فيه اللحمه بتاعتنا. تبداي تشوحي اللحمه بتاعتك كويس جدا. هنا الطريقه دي بتكون تحفه، بتديكي شوربه رايقه وطعمها خطير. كمان تقدري ان انتي تجهزي على جنب ميه بتغلي، وده افضله 100%. يفضل ان انتي تضيفي ميه مغليه، بتطلع معايا شوربه رايقه، ما بتطلعش ريم، ما بتطلعش اي زفاره في اللحمه بتاعتنا. ودي كده طريقه سلق اللحمه، بتطلع لك شفتي الشوربه بتاعتنا رايقه وجميله وزي الفل. حاجه كده في منتهى الجمال. وبكده سلقنا اللحمه بتاعتنا. بصوا الشوربه وبصوا بقى الجمال والطعامه. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده. طبعا وصفة النهاردة أسهل منها مفيش، وصفة صيفية 100%. النهاردة هنعمل ورقة اللحمة. زي ما انتم شايفين وصفة سهلة وسريعة، مفيش أجمل من كده. في حلة واحدة أو في صينية واحدة هنعمل الوصفة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين خطيرة، الخضار دايب واللحمة دايبة وزي الفل. يلا بينا نشوف عملنا الوصفة بتاعتنا دي ازاي. اول حاجة معايا هنا رشة من التوابل، معايا ملح فلفل اسود ورق لورا قرفة، وكمان معايا الخضار بسلة جزر، اي خضار عندك بتحطي بقى، بصل فلفل اخضر، اي خضار انتي بتحبيه، تحبي كوسة فاصوليا، اي حاجة عندك في التلاجة هاتيها. بعد كده هجيب كوباية من الصلصة، وكمان معايا لحمة مسلوقة. هحط كل الحاجات دي على بعض في الصينية بتاعتنا، ولو عندك كيس حراري هيبقى كويس جدا. انا هنا خلصت الاكل خلاص. كل اللي انا عملته حطيت الخضار وعليه اللحمه وحطيت لها الصلصه وحطيت لها كبشه من الشوربه بتاعه اللحمه، ولفتها كويس جدا اللي هو كمرتها وحطيتها في الفرن. بتطلع معايا بالشكل الجميل ده. هنقدمها مع رز ابيض او تقدري تقدميها مع عيش وطحينه، دي حاجه ترجعلك، بس انا افضل رز ابيض علشان تبقى زي ما احنا بنقول اقتصاديه اكتر. يلا بينا على الوصفة اللي بعد كده. وصفة اسهل منها مفيش. طبعا دي من ضمن الوصفات الاقتصادية اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو. معايا هنا طاستين، اول واحدة هحمر فيها اللسان العصفور، والتانية هعصق فيها اللحمة. اللحمة هنا الربع كيلو انا كنت قسمته على 3. هنا الربع كيلو قسمته على 3. ده لحم مفروم. معايا هنا شعرية رز اي كمية انتوا عايزاها، لا مش شعرية رز، اسمه لسان عصفور. اي كمية انتوا عايزينها، وببدأ ان انا احمرها كده زي ما احنا شايفين. وفي الناحية التانية هعصج اللحمة بتاعتنا. هنزل بقى عليها بقرن فلفل سواء بارد او حراق، ومعايا فلفل الوان وبصل. هقلبهم كويس او مع بعض لحد ما يتشوحوا كويس، وبعدين هبدأ ان انا ابهرهم. ملح فلفل اسود وجوز الطيب، 7 بهارات، اي بهارات انت حابة تضيفيها بتضيفيها.
بعد كده ببدا ان انا اضيف لها بس كوبايه من الميه واحطها على جنب لحد لما تشرب الميه بتاعتنا وبتستوي. بصوا كده لسان العصفور استوى خلاص وخد اللون الجميل بتاعنا. هبدا احط له معلقه كبيره من الصلصه، وهنزل باللحمه العصاج اللي انا عملتها فوق اللسان العصفور. انا هنا بعمل طاجن لسان عصفور باللحمه المفرومه. بعد كده بدات ان انا اضيف له الطماطم علشان تتعصج كويس جدا. بعد ما الطماطم اتسبكت هضيف له كوبايتين من الميه لحد لما لسان عصفور يستوي. خطير يا جماعه، بنقدمه كده جنب مخلل وعيش او يتاكل بالمعلقه. وبكده نكون خلصنا في وصفاتنا للنهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه مشتركتوش. اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.